ما في شك مهرجان أبو ظبي للشعر تظاهرة شعرية أدبية جميلة، وهي ملتقى للشعر والشعراء، سواء الشعر النبطي أو الشعر الفصيح. احنا اليوم سعيدين كل السعادة بتواجدنا، كوننا نمثل مجلس الحيرة الأدبي بدائرة الثقافة في الشارجة، فنحن مختصين بالشعر النبطي. وتواجدنا اليوم هني يعتبر فرصة للتعرف على وجوه جديدة من الشعراء، فيما بعد استضافتهم في أمسيات شعرية، أيضا إصدار دواوين شعرية نبطية لهم. فبالعكس احنا اليوم في عرس ثقافي كبير في إمارة أبو ظبي، والمهرجان هذا هو يعتبر النسخة الأولى من المهرجان. كذلك احنا عندنا في إمارة الشارجة مهرجان الشارقة للشعر النبطي، وصار له تقريبا 17 دورة فيما بعد، يعني فيما مضى من الأيام. وفي السنة الحالية أيضا شغالين على الدورة 18 إن شاء الله. والمهرجان أيضا يحتوي على يعني أسماء إن شاء الله عديدة راح تكون متواجدة عندنا في الموسم الحالي إن شاء الله. طبعا احنا من ضمن اختصاصاتنا في مجلس الحيرة الأدبي هو دعم الشعراء والشاعرات على حد سواء. فمنتدى شاعرات الإمارات التابع لمجلس الحيرة الأدبي منتدى يعنى بالشاعرات، وينظم أمسيات خاصة يكون الحضور مقتصر على الحضور النسائي فقط، لتوفير بيئة أدبية داعمة للمرأة الإماراتية والمرأة الخليجية والعربية من الشاعرات النبطيات. فدور الشاعرة الإماراتية ودور الشاعرة الخليجية والعربية أيضا دور مكمل لدور الشاعر، ما في شك. وأيضا صار لهم تواجد كبير في الساحة لا يقل عن تواجد الشعر.